حكيمي يكشف تفاصيل خلافه مع رئيس الفيفا. قلل أشرف حكيمي لاعب المنتخب الوطني المغربي من أهمية احتجاجه على رئيس الفيفا جينيان إنفانتينو عقب نهاية مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم. وقال حكيمي في تصريحات إعلامية تلت المباراة: يقع شيئا، كنت غاضبا بعد المواجهة، ذهبت للتحدث معه، قدم اعتذاري للكلمات التي وجهتها إليه. وأضاف نجم المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان: إنفانتينو صديقي وأنا أحترم كثيرا ولم يقع شيء. وذكرت صحيفة لا جازيتا ديليو سبورت الإيطالية أن حكيمي أهان إنفانتينو باحتجاجه بشدة على قرارات الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم الذي أدار مباراة تحديد المركز الثالث أمام المنتخب الكرواتي. أكدت الصحيفة أن حكيمي خاطب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في الممر المؤدي إلى غرف الملابس وهو يصرخ في وجهه بشدة: ماذا تريدون منا؟ مباراة وأنتم تظلموننا تحكيميا. وتدخل الأمن الخاص لرئيس الفيفا لمنع الصحفيين الذين شاهدوا الواقعة من التصوير. جاء لاعب المنتخب المغربي بشدة على قرارات الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم الذي أدار مباراة الترتيب بين المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي، علما أن الأسود تعرضوا إلى ظلم تحكيمي كبير في مباراة نصف النهائي التي جمعتهم بنظيرهم الفرنسي